امتى هنشوفك عروسه؟ السؤال ده بيشككك في نفسك ويحسسك انك متاخره او فيكي حاجه ناقصه. انا هبه فوزي NLP لايف كوتش، دي سلسله عن العلاقات، والنهارده هقول لك ازاي تردي بثقه على السؤال الجميل ده. الحقيقه السؤال ده مش عنك انت، السؤال ده عن تفكيرهم، عن برمجه في دماغهم هم، ان الجواز يساوي النجاح وان اي حاجه تانية مرحله مؤقته. وده طبعا مش صح. الجواز انجاز لكن مش هو كل الانجازات في الحياه. بس الاهم كمان من ده كله ايه النيه اللي ورا السؤال ده. في ناس بتسال بحب، بتلاقي فيه في كلامهم دعوات ليكي. النيه هنا مش ضغط، هم بس متبرمجين ان ده الاحسن ليك، ده الحب من وجهه نظرهم. اما في ناس تانية بقى بتسال عشان تحطك تحت ضغط، تحسسك انك متاخره. ومش معنى ان حد سال يبقى انت ملزمه بان انت تجاوبيها، من حقك ما ترديش خالص. وصدقيني الكلام ده بيستفزهم جدا. تجاهلي بمنتهى الثقه، ولو كرر قولي لها زي ما انت حره تسالي اللي انت عايزاه، انا حره اجاوب او لا. وده بيكون احسن ما تجاوبي باحراج زي انا لسه ما لقيتش نصيبي. وممكن كمان تجاوبي بثقه انا ببني حياتي وبختار الصح مش السريع والمتاح. وممكن تجاوبي ببساطه انا مش مستعجله في قرار هيفرق في شكل حياتي كلها. وممكن ردود بارده زي مره واحده سالتني جوزي امتى، قلت لها يوم فرحي. اوعي تنزلي بمعاييري علشان ترضي المجتمع واللي حواليك. وقيمتك مش في الجواز ولا محل نقاش اصلا. وافتكري ان اللي واثقه في نفسها مش محتاجه لا تبرر ولا تدافع عن نفسها وعن اختيارها. قولي لي السؤال ده اتكرر كام مره في حياتك، وما تنسيش تتابعي عشان هنا بنبني الشخصيه اللي تقدر تخلق الحياه اللي انت عايزاها. بس خلاص.